الركلة الأولى للمنتخب الإماراتي سيداتي وسادتي في هذا النهائي الكبير. علي مبخوت صاحب الهدف الوحيد للإمارات في خليجي 23. الإمارات بلغت هذا النهائي بهدف وحيد سجل علي مبخوت، وأيضا في مرمى عمان ومن علامة التزام. الركلة الأولى للمنتخب الإماراتي، علي مبخوت في مواجهة فايز الرشيدي. أول ركلة مهمة، الإماراتي المتألق علي مبخوت، فايز الرشيدي في مرماه، علي وفايز يلعب علي، هدف إماراتي، بداية موفقة للإمارات. علي مبخوت يسجل الركلة الأولى ويحول الضغط كله على عمان. ركلة ناجحة للهداف الكبير علي مبخوت بالتأكيد هداف كبير وكبير جدا، بثقته الكبيرة في نفسه وبالهدف الذي يعطي الثقة الكبيرة للاعبين اللي باقي ما نفذوا، وأيضا للجماهير، للجهاز الفني والإداري ولكل الإماراتيين. فشل فايز في صدها، خالد عيسى يحاول صدها. المنتخب العماني سيحاول الآن أن يتعادل بركلة اللاعب اللي دخل كبديل عبد العزيز المقبالي. الركلة الأولى مهمة بالتأكيد بالنسبة للمنتخب العماني. خالد عيسى شوف أجواءه، شوف تصرفاته ومحاولته للضغط أكثر على عبد العزيز. كلمات ودعوات وأمل كبير بأن يسجلها بالتأكيد في داخله. المقبالي وخالد عيسى، المقبالي يلعبها، يسجل المقبالي ركلة بركلة، ويستمر الصراع والتنافس والتعادل ولتستمر الإثارة. الأولى ناجحة للمنتخب الإماراتي، الأولى ناجحة للمنتخب العماني تقريبا بنفس الوضعية وفي نفس الزاوية. ركلة بركلة، واستمر يا إثارة، واستمر يا نهائي. والركلة القادمة للمنتخب الإماراتي سننتظر من سيكون المنفذ للمنتخب الإماراتي. فايز الرشيدي قدم مباراة كبيرة، مباراة عالية المستوى، وكذلك حتى طيلة فترة البطولة كان واحد من نجوم هذه البطولة دخل مرماه هدف وحيد، وأيضا كان من علامة التزام. الآن فرصة للتقدم مرة أخرى الأبيض الإماراتي. برمان سيكون على تنفيذ هذه الركلة. هدوء عند أحمد، ترقب عند أحمد، برمان والرشيدي. برمان يسجل الإمارات، يسجلها برمان. يا لها من كرة خطيرة صعبة، كانت قوية ولكنها أيضا راح نفس الزاوية. فايز كان شوية سرعة عند فايز، شوفها وين راحت، قوية وفي زاوية صعبة. برمان يسجل المنتخب الإماراتي، يبقي الضغط، كل الضغط هناك في المعسكر العماني، دعوات والحمد لله هنا وهناك بالتأكيد. شوف خالد عيسى مثل هذه التصرفات يحاول الضغط أكثر على منفذ الركلة للمنتخب العماني، يحاول استفزازه، يحاول إخراجه من جو اللعبة، يحاول السيطرة على أعصابه هو، وبالتأكيد أمامه سعد سهيل اللي سيكون على تنفيذ هذه الركلة الثانية للمنتخب العماني. سهيل وهدف عماني، راح لها خالد في المكان السليم، قال له تفضل روح صدها يا خالد إذا تقدر. هذا لسان حال سعد السهيل بعد ركلة حطها في نفس مكان الحارس لكنها كانت أسرع، وبعد ذلك عمان تتعادل بالروح والإرادة والقوة والخنجر عمانية. لسان حال الجهاز الفني والإداري، ويا لها من إثارة. هدفين أو ركلتين مقابل ركلتين، 2-2. اسماعيل أحمد، مباريات كبيرة، بطولة كبيرة، برج عالي، دفاع قوي، وأيضا إمكانيات هائلة. ماذا عن ركلة جزاء وعن ركلة ترجيح؟ يا اسماعيل في مرمى فايز الرشيدي، اسماعيل حلوة من اسماعيل أحمد، قوية وفي من منتصف المرمى يسجلها للإمارات. 3 للإمارات العربية المتحدة، 2 سلطنة عمان. شوفها من اسماعيل قوية في وسط المرمى، كانت ذكية من جانب اسماعيل. المدافعين وأهداف المدافعين وصلابة المدافعين وقوة أقدام اسماعيل. أحمد يسجل، الإمارات تتقدم. دورك يا خالد. هذا لسان حال اسماعيل بعد أن سجل هذه الركلة. الآن أمامنا نجم المباراة الماضية ضد البحرين أحمد مبارك. كان أفضل لاعب في المباراة الماضية للمنتخب العماني، كانوا القائد وصاحب الخبرة، أكثر لاعبي المنتخب العماني خبرة، أمام حارس متألق خالد عيسى.
الركلة الثالثة يا عمان. خالد في مرمى، عيسى في مرمى، حطها كانو. يا لعيب يا كانو، حلوة اللقطة، حلوة اللقطة، حلوة الركلة، حلوة الركلة من جانب خالد أو من جانب أحمد مبارك كانو. خالد راح في نفس المكان، خالد توقع سليم، لكن الكرة كانت أقوى وأسرع وعالية أيضا، صعبة كانت على خالد عيسى. العمانيين يتعادلون، التعادل يسيطر على الأجواء. 3-3، 3 ركلات ناجحة الإمارات، 3 ركلات ناجحة عمان في مباراة العراق. برغش صاحب الركلة الحاسمة قاد الإمارات إلى النهائي. في مباراة النهائي برغش يتقدم من أجل إبقاء الإمارات في البطولة. برغش يلعبها، نعم نعم نعم، سجلها محمد حلوة في شباك المنتخب العماني. أصبحت 4 للإمارات، 3 لا زالت عمان. طبعا فايز الرشيدي اختل توازنه على ما يبدو، وبعد ذلك حلوة بثقة كبيرة. برافو محمد، حلوة اللقطة الماضية، يراهن عليه الجهاز الإداري وراهن عليه الجهاز الفني، وكان في مكان الرهان وكان كفو في اللقطة اللي يحتاجها المنتخب الإماراتي. 4 للإمارات، 3 لعمان. الركلة القادمة للمنتخب العماني، سعيد الرزيقي على تنفيذ الركلة. عيسى يتقدم من مرمى أمام سعيد الهادئ اللي يترقب، مش متأكد ماذا خلف هذا الهدوء عند سعيد. خالد يحاول السيطرة على مرمى، وهذا رزيقي الآن، رزيقي يلعبها، سجلها سعيد، سجلها سعيد ليبقي حظوظ عمان. لم تخسر عمان بعد، لم تفقد اللقب بعد. شوف حطها وين خالد عيسى. خالد عيسى يروح لنفس المكان ويخونه التعبير، يروح لنفس الزاوية وينفشل في صد الكرة، وبعد ذلك تسجل عمان. الركلة القادمة قاتلة وصعبة على منفذها لكلا المنتخبين، لأنه إضاعتها ستكون بإضاعة لقب بصراحة. المنتخب الإماراتي الركلة القادمة لابد أن يكون لاعب عنده وزنه. من عموري اللي ضيع ركلة حاسمة في الدقيقة 90 من أحداث اللقاء، يتصدى للركلة الخامسة. عموري يلعبها، ضاعت يا عمر، ضاعت يا عمر، اقتربت عمان، ضيعها عموري الرشيدي. أنا ما أقول لكم يا جماعة بعد عموري عن ركلة الترجيح ما تسمعوا نصيحة معلق، تراني مش مجرد معلق. هذه ضاعت من عمر فايز الرشيدي. طبعا عمر كان عليه ضغط كبير جدا 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 بعد إضاعة ركلة في الدقيقة 90، لكنه رغم ذلك يتقدم لركلة حاسمة للمنتخب الإماراتي. يعني ذلك أنه الركلة القادمة إذا سجلتها عمان سيفوز بلقب خليجي 23. أمل الإمارات بأن يكون خالد عيسى أن يكون ويستمر هو البطل في هذه البطولة بعد أن حافظ على نظافة شباكه طوال مشوار البطولة. المتقدم الآن لتنفيذها محسن جوهر من أجل الذهب، جوهر من أجل فوز عمان باللقب. وننتظر خالد عيسى من أجل بقاء الإمارات، من أجل حظوظ الإمارات، من أجل أن لا يفقد اللقب، وقد حافظ على نظافة شباكه طيلة البطولة. يقول لي محسن جوهر يلعبها، عمان بطل خليجي 23. مبروك يا جماهير السلطنة، مبروك يا عمان، مبروك يا أحمر. من علامة الجزاء خلصوها، انتهت كل شيء، انتهى خليجي 23 جاي طل، غلب الكل. عمان تثر لخسارتها من الإمارات بعد 2007 وتحقق البطولة أمام المنتخب الإماراتي. ثأرت لأن الإمارات فازت عليها ذهابا، وهي فازت في الختام مثل ما فعلتها الإمارات، خسرت ذهابا أو في المباراة الأولى، وبعد ذلك توجت بلقب 2007. في 2017 تثأر عمان وتنتصر بركلات الترجيح أمام شقيقها المنتخب الإماراتي. شكرا من القلب على هذا النهائي الممتع الجميل، شكرا للإمارات على ما قدموه من بطولة رائعة، شكرا للقائمين على هذا الحدث الرائع وعلى هذا التنظيم الرائع.